طبعا يا بنات كلنا بنعمل اخطاء احنا مش عارفين ان هي اخطاء، فبالتالي هتضر البشره بتاعتنا جدا، هتضرها وكمان هتنهي من عمرها الافتراضي لجمال بشرتنا، وكمان مش هنبقى حلوين زي ما احنا متعودين. وطبعا في حاجات احنا بنستخدمها وطبعا تمنها رخيص جدا، بس للاسف احنا بنستخدمها غلط، وكمان بنستخدمها على طول باستمرار علشان تدينا نتيجة هايلة جدا. وبعد كده طبعا احنا بنكتشف ان احنا خلاص دمرنا بشرتنا حرفيا. كملوا معايا يا بنات الفيديو عشان تعرفوا ايه هي الاخطاء اللي احنا ممكن نعملها علشان نتفاداها، عشان ما ندمرش بشرتنا، وطبعا نبقى في طبعا مستمتعين ببشرة نظيفة، وكمان بشرة حلوة جدا، وكمان بشرة فيها تفتيح رهيب جدا وطبيعي، وحاجات ما تضرش البشرة بتاعتنا نهائيا. اهلا وسهلا بيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى جبت لكم فيديو ممتاز قوي قوي قوي، هيفيدكم جدا جدا للي نازله قبل الجامعه بتاعتها، عندها امتحانات، نازله شغلها، نازله لاي مناسبه. بجد يا بنات الفيديو دوت هيفيدك جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم يا بنات اني من الحاجات اللي احنا بنستخدمها هو فير لافين. فير لافين ده يا بنات طبعا كلنا بنجيبه، طبعا هو رخيص، طبعا الباكت الصغير دوت معرفش بكام بالظبط، بس هو رخيص مش غالي قوي يعني، فده ممكن يغنينا عن حاجات كتير قوي، بس للاسف احنا كلنا بنستخدمه كاستخدام غلط جدا، وبنفضل على الفاضي وعلى المليان بنحط منه. فانا هقول لكم ايه هو الخطا اللي احنا بنعمله في الكريم بتاعنا دوت التفتيح علشان نتفاداه دلوقتي. بس تعالوا اقول لكم احنا هنعمل فيديو النهارده هيبقى مميز ليه عن كل الفيديوهات اللي نزلت على القناه ديت ان شاء الله. بصوا يا بنات طبعا الفيديو دوت هيكون ممتاز قوي، انا جايبه لكم حاجات جميله جدا جدا هتفيدكم ان شاء الله. قبل ما تنزلوا لازم تعملوها وجربوها. دلوقتي يا بنات اول ما بنقوم من النوم علشان نجهز نروح شغلنا او نروح الجامعه بتاعتنا، بنبتدي ان احنا نختار اللبس بتاعنا. اهم حاجه يا بنات في لبسنا يكون الوان متناسقه كده مع بعض، ما نلبسش حاجه فاتحه قوي وحاجه غامقه قوي، وتبقى طبعا الالوان ما فيهاش تناسق خالص خالص، فبالتالي بتدي منظر للعام للبنت يعني مش لذيذ قوي. وبالذات يا بنات لو احنا رايحين انترفيو، فيا ريت يا بنات ما نحطش اي حاجه وخلاص في بشرتنا، او نلبس اي حاجه وخلاص، لان كل انترفيو وليه برضو وصفات وحاجات ولبس وكمان ميك اب معين، مش بنروح كده وخلاص ومش بنحط اي حاجه برضو وخلاص. اهم حاجه يا بنات لازم احنا كبنات اولا نلبس اللبس بتاعنا يكون متناسق، الواناته متناسقه مع بعض يا بنات، ما نلبسش حاجه فيها طبعا انتوا عارفين بقى الاستراس والكلام ده كله. فيا ريت لو احنا رايحين جامعه نبعد عن الاستراس، رايحين دروس نبعد برضو عن الاستراس، رايحين انترفيو نبعد خالص تماما عن الاستراس. وكمان شغلنا يا بنات لان احنا رايحين مكان عمل، رايحين مكان نأدي فيه اداء، يعني مثلا بنتعلم هنشتغل، بنقدم الخدمه بتاعتنا اللي احنا رايحين نشتغل عشانها، علشان طبعا في الاخر ده كله ليه مقابل النجاح، مقابل المرتب، مقابل ان احنا نتقبل في الوظيفه بتاعتنا، مقابل حاجات كتير قوي يا بنات. فيا ريت يا بنات نكون احنا منظمين في لبسنا، وكمان في الميك اب اللي احنا هنحطه، وكمان في لفه الطرحه، علشان كل البنات يا بنات احنا بنشوف طبعا في الانترفيو حاجات بلاوي جدا لما بروح بصراحه. فان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو عن التنسيقات وازاي نلبس وازاي نفرق بين اللبس الانترفيو السيمي فورمال وكمان الفورمال، علشان في بنات كتير قوي ما تعرفش يعني ايه السيمي فورمال ويعني ايه الفورمال. فان شاء الله هعمل لكم فيديو وهقول لكم ازاي برضو نجهز نفسنا للانترفيو ونروح، والاخطاء اللي احنا بنقع فيها كلنا. فان شاء الله انتظروا فيديو بعد ما عملت فيديو في القناه الثانيه ونجح نجاح باهر جدا، فانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو هنا كمان علشان تقدروا تستفيدوا منه. تعالوا بقى يا بنات اول ما هنروح بعد ما اخترنا لبسنا، طبعا عشان ده مش موضوعنا النهارده، بس يا ريت انا حبيت بس اكلمكم فيها لان في بنات كتير قوي بتقع في الاخطاء ديت، فانا حبيت اكلمكم فيها. اول حاجه يا بنات بنعمل ايه في بشرتنا علشان نجهز بشرتنا او نجهز منظرنا الجمالي كده علشان ننزل نروح شغلنا او جامعتنا او كمان شغلنا او كمان الانترفيو اللي احنا رايحين لها. بنغسل وشنا. طب يا بنات هنا واحنا بنغسل وشنا بنجيب الغسول المناسب للبشره بتاعتنا. بعد ما نغسل وشنا يا بنات بنجيب الغسول بتاعنا. طب انا هستخدم ازاي الغسول؟ كل يا بنات بشره ونوع بشره وليها غسول معين. انا طبعا بشرتي حساسه معرضه لحب الشباب، فانا بستخدم غسول اسمه توبي جنت. عايزه اقول لكم الروتين اللي انا بعمله قبل ما بنزل شغلي او قبل ما بنزل اي مناسبه زي ما قلت لكم اللي انا ذكرتها دي، ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ليه واقول لكم ازاي عانيت في حب الشباب ده وعملت ايه بالظبط. فان شاء الله انتظروا مني فيديو. طبعا انا بعمل ايه يا بنات بالغسول دوت؟ انا بجيب طبعا ميه، ببتدي اني انا اغسل وشي كده
لازم يا بنات اخلي وشي مندي. طبعا ما اكونش حاطه اي حاجه، طبعا لسه صاحيه من النوم بقى، فمش هحط اي حاجه في بشرتي. تمام. فانا هبتدي اني انا اجيب الغسول بتاعي. اي غسول يا بنات انا بستخدمه يكون مناسب للبشره بتاعتي. ببتدي ان انا اعمل كده اهو يا بنات. بصوا عباره عن فوم. ببتدي ان انا اعمل كده اهو واغسل البشره بتاعتي كده كويس جدا بحركات دائريه يا بنات. من ضمن الاخطاء بقى اللي احنا بنقع فيها يا بنات واللي فعلا بتدمر البشره حرفيا، ان انا ممكن اعمل كده. لا ما ينفعش ولا كده. انا كده يا بنات بعمل تجاعيد للبشره. انا كده بعمل تجاعيد للبشره. امال اعمل ايه؟ اعمل كده. واهم حاجه في الغسول يا بنات اللي هو الفوم ده، ان انا لازم ادلك بسرعه، علشان انا لو سبته هيختفي اصلا. عامل زي تلج يعني مثلا ايه الحاجات اللي هي بتختفي بسرعه دي. فانا لازم بصوا اختفى ازاي. فانا هبتدي ان انا وانا بشرتي كده عامله، هبتدي اني انا اعمل كده اهو. ببتدي اني انا اغسلها يا بنات. بصوا بالمنظر اللي انتم شايفينه كده. طبعا بصوا يا بنات ببتدي اني انا اغسلها كويس جدا. دلوقتي يا بنات انا غسلت بشرتي. بصوا فيها الميه ازاي، لسه ما نشفتش اي حاجه. بصوا مفيش اي حاجه. اتاكد ان انا خلاص الغسول مشي، طبعا عشان هو فوم فممكن يبقى عامل زي الصابون يا بنات. فانا اتاكد ان انا غسلت كويس جدا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هل اجيب الفوطه واعمل بالفوطه كده وافضل اعمل في وشي؟ دي خطا كبير جدا يا بنات. ليه بقى؟ لان بشرتنا حساسه. مش اجيب حاجه وافضل اعمل فيها كده وخلاص، لا. بشرتنا يا بنات لو جبنا فيها حاجه محببه، يعني بصوا المناديل دي يا بنات. بصوا المناديل دي محببه اهي. بصوا محببه. طبعا يا بنات انا هغسل من عند المناديل كده. لا انا هجيب الحته اللي هي ناعمه قوي دي، وهبتدي اني انا بصوا يا بنات كده اهو بالراحه. تمام. بشرتي لو انا استخدمت فوطه يا بنات، الفوطه دي بتجرح البشره بتاعتي، وبالذات بقى لو انا مثلا بشرتي فيها مثلا التهابات، او بشرتي مثلا فيها حبوب او حاجه. فبالتالي دي هتبتدي ممكن تفتح حبايه او تنقل من مكان حبايه لحبايه. فانا ابعد عن اي حاجه محببه او اي حاجه خشنه احطها على بشرتي. بصوا يا بنات كده انا بعد ما غسلت بشرتي بعد الغسول، بصوا جمالها، بصوا صفاينها، بصوا مفيهاش اي حاجه. طبعا الناس اللي بشرتها بقى بتزيت والكلام ده كله، ده ممتاز قوي قوي. بصوا كمان حاسه كده ان في طراوه قوي داخله البشره بتاعتي. عايزه اقول لكم يا بنات ان الفيديو دوت مهم جدا ليكم. الفيديو ده مفيد جدا ليكم. يا ريت يا بنات ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات القادمه ان شاء الله. بعمل ايه تاني يا بنات؟ ده طبعا انا بعد ما عملت الغسول بتاعي، انا الدكتور كاتب لي طبعا على صن بلوك. صن بلوك ده يا بنات لازم احطه قبل ما بنزل بربع ساعه، قبل ما بنزل من البيت بربع ساعه. تمام. وخصوصا يا بنات لو انا بقى قايمه من النوم وعايزه احط مثلا حاجه تفتيح بقى زي مثلا فيرون لافين او الكلام ده كله، ببتدي اني انا اول ما بقوم بغسل بشرتي بسرعه، وقبل ما بلبس خالص بعد ما بعمل الغسول ببتدي اني انا احط الصن بلوك، عشان لما البس واكمل هدومي يبقى هو عدى الربع ساعه بالظبط. بصوا يا بنات ببتدي اني انا اخد كده اهو. عايزه اقول لكم اني انا جايباه جل. انا كنت جايباه كريمي وبوظ الدنيا خالص، طلع حبوب كتير قوي تحت الجلد، وكمان بيسمر البشره اللي هو الكريم. فان شاء الله برضو هعمل لكم فيديو عن الجل دوت. الجل دوت يا بنات انتوا بتجيبوها حسب الدكتور ما بيقول لكم. انا الدكتور كان كاتبهولي جل، ما اجيبش خالص الكريم، عشان الكريم دوت مش بينفع لكل البشرات. كل بشره وليها نوع معين. ماشي يا بنات. يا بنات هقعد بقى لمده ربع ساعه، وهبتدي اني انا احط اي حاجه تاني على بشرتي زي ما انا عايزه عادي. تمام. طبعا يا بنات نسينا اهم حاجه برضو، ان احنا قبل ما نلبس واحنا بنغسل وشنا
ان احنا نجيب الفرشه بتاعت الاسنان وكمان معجون الاسنان ونحطهم على بعض ونبتدي ان احنا نغسل سناننا كويس جدا، علشان طبعا سناننا ما يكونش فيها طبعا الريحه بقى الكريهه والكلام ده كله، عشان لما نيجي نتكلم قدام صحابنا او نقدم نفسنا في الانترفيو او كمان نبقى مع زمايلنا في الشغل او في الجامعه ما يبقاش ريحه بقنا كريهه وهم يبقوا متضايقين مننا واحنا بنتكلم معاهم. فنبتدي ان احنا نحط طبعا ممكن تستخدموا اي نوع انتوا بتستخدموه فيه بالليمون وفيه بانواع واطعمه كتير جدا عشان يخلي ريحه بقنا كويس جدا. تمام يا بنات، فبنبتدي ان احنا نغسل سناننا كويس جدا علشان طبعا الريحه والكلام ده كله. ماشي. طبعا يا بنات اول ما يعدي الربع ساعه ببتدي اني انا اجيب فيرون لافن. وكمان عايزه اقول لكم الخطا اللي احنا بنقع فيه في الفيرون لافين ده يا بنات، اللي احنا ممكن نجيبه ونفضل نحط كل ما ننزل مشوار، كل ما نشتري حاجه من تحت نفضل نحط. يا جماعه الحاجات دي بتبقى مضره للبشره. انا بستخدمها مره واحده في اليوم، تمام، وانا نازله الصبح رايحه شغلي او رايحه جامعتي وانا نازله بقى ما بين البيت. مش شرط ان انا احط ده، بس هو حاجه كده ايه مثلا بيدي ريحه للبشره بتاعتي كويسه. كمان بيخلي كده البشره فيها مش غامقه ومش فاتحه قوي، بس بيخليها كويسه ومش وحشه. فيا بنات مش على الفاضي وعلى المليان افضل احط ان الحاجات دي بتضر البشره بتاعتي، تمام. فانا هبتدي اني انا بعد ما مر ربع ساعه هفتحه وهبتدي اني انا احطه، ما كترش يا بنات، تمام، كترش عشان الحاجات دي اصلا بتبقى فيها تحس ان هو مدهنينه كده شويه. دي كلها كده يا بنات حاجات احنا دي حاجات اساسيه. في بقى بنات بتحب تحط ميك اب، انا طبعا ما بحبش احط ميك اب وانا رايحه الشغل، وانا رايحه الجامعه برضو ما بحبش احط ميك اب، يعني بكتفي بالحاجات دي. ممكن احط هنا لو عندي مثلا كل سنر وانا عندي مثلا حوالين عيني مثلا غمقان شديد جدا، ممكن احط كل سنر عادي، بس برضو اهدي الحاجات وانا بحطها، ما احطش بطريقه مش لذيذه خالص ومش ادميه خالص. تمام يا بنات، بصوا بنبتدي ان احنا نحط ازاي. باجي هنا كده فوق عيني ابتدي ان انا احط واعمل الكريم. بصوا يا بنات، بصوا بقى يا بنات، بصوا كده، بصوا بعد ما عملنا بقى بشرتنا وحطينا بقى السان بلوك عشان الشمس وحمايه من الشمس وكمان بقى الصيف والكلام ده كله، فلازم احط الحاجات بتاعتي دي علشان الشمس وكمان اثار الشمس وحروق الشمس والتصبغات اللي بتسببها الشمس والكلام ده كله. فلازم اهتم ببشرتي كويس جدا. واهم حاجه يا بنات قبل ما انزل لو انا مش عايزه احط اي حاجه، السان بلوك يا بنات مهم جدا 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 يا بنات، علشان الشمس يا بنات، وخصوصا ان احنا في فصل الصيف. وكمان البنات بقى اللي هتمتحن في الصيف، وكمان بقى الناس اللي هي في الجامعه، في طبعا احنا في جامعه بنمتحن مثلا في الطرقه، بنمتحن في الشمس، فطبعا مش لذيذه خالص. فلازم نحط صن بلوك يا بنات، سواء نازلين سواء احنا كده كده هنتعرض للشمس يا بنات، تمام. فلازم نحط صن بلوك يا بنات علشان نحافظ على بشرتنا، ولو في شمس ولا حاجه جت علينا ما تبقاش مضره على بشرتنا خالص يا بنات، تمام. فكده يا بنات بصوا بقى منظر كويس جدا. فانا بكتفي بكده يا بنات. لو في مرطب ممكن احط هنا كده، ماشي. انا بستخدم يا بنات مرطب ايمو سوفت، او لو في زبده كاكاو ممكن نحط، مش مشكله خالص. ممكن نحط يا بنات على شفايفنا، تمام. فطبعا على حسب ما انت ما عندك ايمو سوفت، انا عندي ايمو سوفت وعندي كمان مرطب تاني وعندي كذا مرطب، يعني انا بحط منه، بس انتوا بتبقى على حسب. عايزه اقول لكم انه ايمو سوفت ده يا بنات
كويس مش وحش ورخيص، فانا ممكن استخدمه بس لايدي. ممكن زيت جونسون، احط زيت جونسون مثلا اللي هو بتاع الاطفال، ليه زيت جونسون عشان بيبقى خالي من المواد الكيماويه والحاجات دي، المواد الحافظه وكل حاجه بتحط عليه، عشان ده مخصص للاطفال. فهم بيهتموا اكتر بالحاجات المخصصه للاطفال عشان ما تبقاش مضره على بشرتهم. فاحنا ممكن نجيبه ونحطه عادي على بشرتنا، ده ممتاز، من اقوى الحاجات المرطبه يا بنات زيت الجونسون على البشره. تمام. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده يا بنات. بتمنى من حضراتكم تضغطوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.